سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم جيتكم بطبق البكبوكه او الدواره، كل واحد كيفاش يقولوا. راح تورينا عجوزتي كامل الاسرار المتوارثه اللي تخلينا البكبوكه تجي حميمره وحاره. ندوزو نيشان الوصفه. انا ديجا لقيتها حرجتها، دارت في قدره قصبر ودرسها، هي توم وحار درسها، والبكبوكه وثلث مغارف تاع زيت. انا حرجتهم وخلاتهم قيس 3 سوايع ولا باش تلقت البنه باش شعلت عليه. وهنا نزيدو طوماط كونسونطري واحد المغرب غير فاونص هكداك تاع، هنا راهي بومبي غير فاونص تاع طوماط كونسونطري، ونخلطهم كامل نخلوها تتقلى مليح. هنا باش الطوماط تاعنا ما تنحرقناش دارت قيس فنجال تاع ماء، ونزيد نص مغرف كبيره تاع كري تكون شويه معمره كبيره، ونخليهم يتقلاو على نار قليله. هنا نحكم الماء السخون قيس 2 كيسان ولا على حسب ما تحبوها السخون ونديروا عليها. وهنا عندنا قيس مغرفه تاع قهوه تاع نعناع يابس نديروه كيما هكا. ومن بعد ما درنا النعناع نروح نضيف اللفت. هنا تحبوا ديروا لفت تحبوا ديروا قرعه، نتوما ما تحبوا، احنا ما نحبوش القرعه درنا غير لفت. من بعد ما طيب لنا كامل نجو حين نطفوا عليها. اهم ايبيس عندنا في البكبوكه الكرويه، اهم ايبيس عندنا الكرويه لازم. وهنا قطع بتي مورسو تاع القزبر مع النعناع ونديرهم كامل في الاخر، ونروحوا صحن التقديم. شوفوا كيفاش جاتني، الله الله بالطبع والشان. البنات ما نظنش حتلقاو وصفه اسهل من هذه الوصفه. نبقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم، الى اللقاء، وصفه اخرى ان شاء الله.